يا صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي يوصلكم فيه الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفه جديده وفيديو جديد، وبجد من الوصفات اللي انا بحبها قوي قوي والمحببه الى قلبي. والنهارده هنعمل مع بعض فطير الملاك او فطير العذراء والملاك او القرص الطريه. هنعملها مع بعض بالميه والزيت، وزي ما انت شايفه كده جمالها، يعني عايزه اقولك ربنا يبارك. تحفه وحلو جدا جدا، زي ما انت شايفه طريه جدا وهشه جدا. وازاي هنعرف نتعلمها مع بعض؟ نخبزها في فرن البوتاجاز، وكمان وشها ما يكرمش معانا او تعمل قشرة وحاجات كتيرة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بص بقى الكمية الحلوة دي كلها، ربنا يبارك، من كيلو دقيق. عايزة اقولك بالمية والزيت بس هنعملها مع بعض. لو عجبك الفيديو الحلو ده يلا بينا نشوف مع بعضينا مكوناتنا وطريقة التحضير يا ست الكل. واول حاجة هنبدأ بيها وهو الدقيق. اي نوع دقيق عندك مش مشكله، بس المهم ان انت تبقي واثقه ومتاكده ان انت مجرباه في المخبوزات قبل كده وحلو معاكي. بالنسبه لنوع الدقيق ده اسمه سلطان، وانا قلت لكم قبل كده انا لقيته في سوبر ماركت بيتباع الكيلو ب20 جنيه. حلو جدا جدا وانا جربته كتير قوي. ده بيبقى كيلو كامل، بيبقى استخراج 72% زي ما انتوا شايفين بالشكل ده من دقيق القمح الفاخر، او زي ما انتوا شايفين. بجد الدقيقة دي حلوة جدا جدا، وانا مجربتها في حاجات كتيرة، في معجنات، في حلويات، مخبوزات، في كل حاجة انا مجرباها. هضيف عندي اول حاجة على الدقيق زي ما انتوا شايفين 1 بيكنج باودر كامل بالظبط، وهو بيكون عبارة عن معلقة مليانة كبيرة على كيلو الدقيق. انا بحب دايما اضيف البيكنج باودر على الدقيق لاي حاجه عندي، ده محسن خبز رهيب اللي هو البيكنج باودر. وبعد كده بضيف عندي معلقه وربع من الخميره بالظبط، ما يعادل 10 جرام او كيس بالظبط، لان المعلقه دي مش بتبقى يعني الجوف بتاعها مفتوح قوي، دي معلقه بيبقى صغيره شويه، عشان كده انا بحط معلقه وربع بما يعادل كيس بالظبط او 10 جرام. بعد كده انا عندي كوبايه الا ربع من السكر. هتقولي لي لا الكوبايه دي ناقصه حبه صغيره، بس لا انا عايزه اقولك المقدار ده اصغر شويه من المقدار التاني. فهنا كده يعني عقله الصباع دي عندي بالنسبه لها، فبتبقى كوبايه الا ربع بالظبط من السكر. وهبدا اقلبهم بالشكل ده لغايه ما السكر يدوب عندي خالص في الميه زي ما احنا شايفين. عايزه ادوب السكر خالص، طبعا ده سكر تموين ما تستغربوش على شكله ان هو بيبقى غامق شويه. وبعد كده انا عندي كوبايه الا ربع من الزيت انا مسخناها حلو، وضفتها زي ما انتم شايفين كده على الدقيق. هبدا ان انا اقلبهم او ابس الدقيق في قلب بعضيه بالشكل ده لغايه لما يبقى مبسوس عندي كده وكل الدقيق يخش في بعضيه زي حبات الرمل. وبعد كده ضفت عندي كوبايه من الميه، وهضيف واحده كمان. وعايزه اقولك زي ما قلت لك ان الكوبايات دي معيارها اقل شويه من التانية بعقله صباع. خلاص هبدأ ان انا زي ما انتوا شايفين كده ضفت عندي كوبايتين من المية، وهجيب عندي التالتة طبعا هركنها جنبي، هبدأ اخد منها شوية شوية علشان انا عارفة ان الدقيق بتاعي عشان فيه مواد دهنية كتير مش هيقبل كل المية دي كلها، وعلى حسب كل نوع شربه الاستوائية. نزلت لحد دلوقتي بكوبايتين ونص من المية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهبدأ ان انا الم العجينة في بعضيها وبعدين انزل بيها على رخامة وابدأ اعجنها عجنة حلوة. بصي بقى يا ست الكل، زي ما قلت لك قبل كده انا عملت قرص الملاك دي كتيره قوي موجوده كانت عندي على القناه، وما بغيرش الطريقه بتاعتي من زمان. وصدقوني الطريقه دي حلوه جدا. في ناس بتحب تضيف جوز هند، في ناس بتحب تضيف زبيب، في ناس بتحب تضيف فانيليا. يعني كل واحد اللي يرجع له الحاجه اللي يحبها يعملها. انا بالنسبه لي عجنت العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، اخدت عندي 3 كوبايات ميه ناقص حوالي 3 معالق بالظبط، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عجنتها العجنه التمام. كيلو دقيق بتاعنا ربنا يبارك اتعجن بالشكل ده. بعدين ضفت عندي حبه زيت صغيره في الطبق، وهريح العجينه بتاعتي. وعايزه اقولك الجو حر، مش هتاخد معانا يمكن اقل من نص ساعه وهتخمر بالشكل اللي ربنا يبارك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. خلاص اهو. بعد كده جبت عندي صينيه دهنتها دهنه من الزيت، وهبدا ان انا اهبط العجينه خالص من الخمر بتاعها. وشكلي العجينه بتاعتك زي ما انت عايزه، يعني على حسب ما تحبي شكليها. انا عن نفسي شكلتهم هقولك كام قطعه واحنا شغالين مع بعض. يعني عندي صينيتين كل واحده كان فيها 8، 8 و8 16، وكان عندي كمان يعني 11 قطعة تاني كانوا على جنب، يبقى 16 و11 كام قطعة يا حلوين؟ 27 قطعة. أنا قطعت العجينة بتاعتي خلاص بالشكل ده. فانتي قطعيهم زي ما تحبي، 22 23 20 يعني زي ما تحبي قطعيهم، مفيش أي مشكلة.
زي ما انتوا شايفين كده حبايبي اهو. بصوا بالشكل الجميل ده احنا هنقطعهم مع بعضينا. زي ما قلت لكم انا قطعت العجينه بتاعتي الى 27 قطعه. انت حابه تقطعيها اكتر حابه تقطعيها اقل مفيش مشكله. وزي ما انتوا شايفين انا بقطعهم يكبروا شويه عن يعني كبار شويه عن البيضه، عن البيضه بتاعت البيضه الكبيره. او مثلا هنقول قد البرتقانه الصغيره. هتقولي لي حجمها كام؟ بصراحه انا ما وزنتش، بس كل اللي اقدر اقول لك ان انت لما تشكلي العجينه بتاعتك قد بعضيها هتبقى معاكي حلوه. هخلص كل الكميه بتاعتنا وبعدين نرجع مع بعض تاني. طبعا هنغطيهم لمده 10 دقايق وبعدين نرجع مع بعض تاني. خلاص انا مليت الصينيه هنا وكان عندي كمان 3 قطع على جنب غطيتهم. بعد كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده جبت عندي الصواني الالومنيا دي دهنها مسحه خفيفه خالص من الزيت. وبعد 10 دقايق تريح ربنا يبارك. بص عايزه اقولك العجينه بتاعتنا ربنا يبارك بقت عامله ازاي. يعني كبرت كده وازدادت بعد 10 دقايق بالظبط لان الجو حر. البيكنج باودر بيساعدها جدا على انها تبقى مرتفعه معاكي وتبقى العجينه كده دايبه وهشه. بصوا بقى حبايبي نيجي بقى عند التقريص او التشكيل بتاع العجينه. في ناس بتحب تعملها زي ما انا بططتها كده وتفرديها وتحطيها على الصينيه عادي مفيش مشكله، ده بيبقى سمكها. هنا ما بتعملكيش قلب قوي للقرصه. وفي ناس زي ما انا بعملها كده برجع الخبطها تاني والمها واعملها زي سره. هنا بيساعدني على ان القرصه تبقى عندي قبه كده ويبقى ليها لبابه وتبقى منفوخه لفوق. هو ده اللي بيساعدني، انا بحب الشكل ده. لو انت بتحبي الشكل الاولاني اللي انا وريتهولك مفيش اي مشكله، اعملي اللي يريحك تمام. بصي بيبقى شكلها مدور بالمنظر ده. حابه تخليها متبقاش قرصه قبه قوي وتبقى مفروده معاكي كده بالشكل ده، خلاص بططيها زياده يا اما ما تعملهاش الفرده اللي انا بعملها في الاول دي. بططيها وحطيها في الصينيه على طول. بس عايزه اقول لك هيسيحوا معاكي وهيلزقوا ببعض ويبقى شكلهم مش لطيف وكمان هتعمل قشره من فوق. لكن احنا الحركه او الفرده اللي احنا بنعملها التانية دي ما بتخليش القرصه معاكي يبقى ليها قشره ويبقى ليها لبابه حلوه. اللي انا بفردها كده وبرجع المها تاني بالشكل ده. صدقوني الطريقه دي حلوه جدا جدا وبتخلي القرصه بتاعتك قابه كده وطريه ويبقى شكلها حلو. بالنسبه بقى للصواني الحلوه الالومنيا دي ناس كتير حبايبي بتسالوني عليها بامانه في الفيديوهات. عايزه اقول لكم والله الصواني دي عندي بقالها اكتر من 3 سنين. انا كنت جايباهم من ميدان الجامع مصر الجديده. كنت جايبه الصينيه ب50 جنيه. دلوقتي معرفش من 3 سنين طبعا اكيد تمنها يتضاعف. بس اوعدكم بامانه لان هنزل لكم في مره في منبع الالومنيا والاستانلس. هنزل ان شاء الله بمشيئه ربنا ضرب سعاده اللي في العتبه وهشوف لكم الحاجات دي واعمل لكم فيديو بمشيئه ربنا هنا قريب. خلاص هنخلص كل التشكيل بتاعنا بنفس الطريقه وبعدين نرجع مع بعض نشوف ربنا يبارك. زي ما قلت لكم هنا 8 وهنا 8 16 وهنا عندي 6 وهنا عندي 5. احسبوا انتوا بقى عشان انا برضو في الحساب مش قوي. ربنا يبارك. هغطي العجينه بتاعتي ولما تخمر تاني هنرجع مع بعض. مده التريح الاخرانيه دي بصراحه ملهاش ميعاد. بس عايزه اقول لك الجو حر بامانه ما اخد ربع ساعه. يعني عايزه اقول لك ربنا يبارك. بالنسبه للتسويه بتاعه القرص الجميله بتاعتنا دي حبايبي انا بولع الفرن على درجه حراره 200 في الرف التحتاني اللي هو بيبقى يعني بسيب البلاطه وارفع شبكه درجه حراره 200 حبايبي. لما بنسخن وندخل القرص بتاعتنا بتطلع ربنا يبارك بالشكل ده. عايزه اقول لك بص الجمال مفيش واحده لازقه في واحده. يعلم ربنا انا ما ولعتش الشوايه هما كده بيستووا على هذا الشكل. شايف ازاي طريه وجميله معاكي وزي العسل. بالنسبه ازاي بقى ما تعملش معايا قشره يا ايمان وتفضل معايا فتره طويله. احنا بنهوي القرص على فوطه ما بنحطش اي فوطه فيها ميه يا جماعه لان الفوطه فيها ميه دي اللي بتعمل لك قشره على القرص. هوي القرص على فوطه عاديه وسيبيها تبرد وبعدين غطيها بفوطه تانية وهي هتبقى معاكي زي العسل وزي السكر ان شاء الله بمشيئه ربنا. زي ما انتم شايفين بالمنظر ده هتشوفي معايا بعد ما ابقى اخلص كل القرص بتاعتنا مفيش واحده لازقه مفيش واحده ماسكه في التانية. ربنا يبارك مفيش قشره طلعت من القرص. بالنسبه للحفظ بتاعها يا توزعيها زي ما بتحبي توزعي عشان الملاك يا اما تحطيها في الفريزر. اشوفك على خير.